السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. النهارده هيبقى الشوكيز بتاع مايل، الهولي ريل بتاعه والانجل ستيم. هل هيبقى ميتا؟ هل هتقدر تلعب بيه؟ هل هيبقى احسن من الاول بالهولي ريل ده؟ هنعرف الكلام ده كله في الفيديو النهارده، واحنا بنجربه في البي في بي. وان شاء الله هنزل لكم فيديو برضه هجربه في السنيك، هنعرف ايه فرق الدمج وايه فرق الحركات. ومن غير ما اطول عليكم نخش في الانترو وارجع لكم تاني على طول. ورجعت لكم تاني بعد الانترو. زي ما انتم شايفين كده، هو ده التيم اللي هنلعب بيه، تيم الانجلز. طبعا تيم معروف، مش محتاج اتعرف. انا حاطط تريستان باك لاين عشان التانكنس بتاعتي، عشان انا هبدأ سكند. وهحط ان شاء الله هيبقى التيميت موف فود. فان شاء الله يبقى حلو كده ونقدر نعمل حاجة. انا مش عارف اعمل لسه انهي فود الاكتر اللي معايا. اعمل ده. ايه، هنبدأ في اول ماتش زي ما انتم شايفين كده. انا نسيت اقول لكم، انا حاطط يعني توكينج افاتار كده. شكلها عاجبني بصراحة. يبقوا سيبوا لي رأيكم في الكومنتس عنها، وهل عجباكوا ولا مش عجباكوا. انا حركتها فوق شوية بس عشان تقدروا تشوفوا الكروت كويس. زي ما انت شايف كده، انت بتبدأ سكند. ف التيم بتاعنا محتاج يبقى تانكي شوية، محتاج يتانك الهيتس. وده عشان كده احنا حاطين اسمه ايه، باك لاين. اسمه تريستان باك لاين. هو زي ما انت شايف كده كان هيوان شوت لي مارجريت. بس بصراحة أنا مش شايف فايدة من الموضوع ده. بصراحة أنا هعمل كده كده. رش الألت بتاعت مايل، وهقوم ممكن أضرب كده عشان يديني الديفنس داون. قصدي الكريت داون. وكمان يتحط عليا زي ما انتم شايفين كده الريفايف بتاعت ليز عشان ما اموتش على طول. هنشوف كده الدمج. هو عايز يخلص على مارجريت، لأن الدمج بتاع مايل هيبقى مش قد كده. انا هجرب بس الجيم ده بالالت رش. كده مش هقدر استاك اسمه ايه قوي، بس يعني نبقى هو حاولنا شويه يمين شمال بتاع. اني انا اول قبل ما اضرب الالت كمان هضرب، فاهمني؟ اي وي سنجل تارجت هنا. ممكن استخدمها على فيكتوريا وهضرب الالت. شوف كده الدنيا هتبقى عامله ازاي. طبعا بعد ما مارجريت راحت من الارض، الدمج بتاع مايل قل قوي. ده مايل عليه ال- البتاعه بتاعت اسمها ايه، ده هو مش هينفع يضرب غيرها. بس الالت زي ما انتم شايفين كده ما عملتش وايب قوي، بس عملت ايه، قتلت لي اتنين من اللي كانوا هيقرفوني يعني. فيكتوريا لوحدها مش هتقدر تكاري يعني الجيم. هي دماغها عالي وكل حاجة، بس الكاري بتاع الجيم مش هيقدر مش تقدر تكاري لوحده قدام الانجل ستيم بصراحة. مع ان دماغها عالي والله. بس زي ما انتم شايفين كده لسه التيم ماسك نفسه يعني. انا هضرب ايه، هضرب ايه وي سنجل تارجت. سنجل تارجت. نبدأ نستاك الباسيف بتاعة الروي هولي ريليك. والله انا ملاحظ ان الدمج بيزيد فعلا. ولز الحمد لله ما عملتش كريت. حطيت لها سرقه، حطيت لها تارمل لينك وهي ما عملتش كريت برضو. واربعه ستاك وحوار. ماشي. احنا هنشوف الدمج بتاع مايل بقى كده هيبقى عامل ازاي. نشوف كده. نضرب السنجل تارجت بتاعت لز بس الاول. نضرب السنجل تارجت بتاعت مايل والاي وي. نشوف كده هتبقى عامله ازاي. انا مش عارف ليز ليه ما قتلتش يعني، مع انها المفروض السنجل تارجت بتاعتها تكريت. بس مش مشكله، مايل دخل خلص اهو. هنقوم ضاربين الاي وي بقى. تنزل على ماتش سهل بصراحة. طول ما التيم بيتانك، طول ما انت تيمك يعني مش هقول تانكي شوية، بس يعني العب بكومبينيشن دي التيم هيبقى تانكي يعني. مش هيقدر يتوان شوت لك شخصيات في اول تيرن من الاخر يعني.
والتاني تيرن اصلا بيبقى معاك الريفايف بتاعت ليز، فصعب قوي برضو ان انت يتعمل لك وان شوت او الكاركترز بتاعتك تموت بسهوله. احنا خلاص جربنا الرش الت كده، بس الاستراتيجي دي مش هتنفع قوي مع مع الهولي ريليك الجديد. فاحنا ما ايه هنحط آه هنحط ايه هنحط سي سي فود عشان نحاول نبدأ الاول. وزي ما انتم شايفين السي سي بتاعي مش عالي قوي، 211,000، ويعني انا عامل ترو اويكن لمايل ال ار لودو و ليز حاطط لها شويه اوتفيتس. سوري انا تعبان اليومين دول لان الناس اللي بتطبق جنبنا دول عاملين لي صداع. زي ما شايفين مفيش اي حاجه اوفر يعني، عادي خالص. مايل هو اللي معاه اوتفيتس يعني تقريبا كده ماكست، يعني 5 اوتفيت و4 جونلت و3 هيد بيس والهول ريليك بتاعه. اللي ما يعرفش الريليك بيعمل ايه نقرا بسرعه كده. بيقول لك increase the hero damage dealt by 20% up to 60% when goddess allies use a single target attack. يعني كل ما تضرب single target attack بتاخد 20% damage dealt increase، وبتستاك لثلاث مرات يعني بتبقى 60%. وبيقول لك increase the hero attack related stats by 10% up to 30% when a goddess allies use all target skill attack. طيب بيقول لك ان انت لما بتضرب اي وي اتاك بيزود لك 10% attack related stats غير الدامج ديلت increase. attack related stats ل 10% وبتستاك ل 30%، بتستاك ثلاث مرات. وكل ده طبعا شغال مع الجادس الايز بس خلاص. طيب يا جماعه انا مش عارف بصراحه ايه اللي ممكن نعمله عشان نخلص من التيمات الكاونتر دي. هنشوف هيومن تيم، عملنا اوت سي سي. عارف هل اول ترن بقى هل هعرف اخلص من بان ولا ايه؟ معرفش. ممكن نضرب اي او اي، اي او اي سنجل تارجت وكده. شوف كده هل الدمج، هل مايل هيقدر يعمل حاجة؟ يا الله قتله. طبعا قبل الريليك ما كانش الكلام ده بيحصل يعني، عموما عشان تبقوا عارفين يعني. ما كانش الكلام ده بيحصل انت تقتل حد من اول ترن كده، مفيش الكلام ده. فيعني والله الريليك يعني عامل شغل شوية وايه ده؟ ده عشان السي سي يعني ولا ده عشان ايه؟ معرفش. المهم الترن الجاي هنضرب دي السنجل تارجت والاي او اي، نشوف بقى ايه اللي هيحصل. نقتل اسمه ايه ارثر، نشوف كده. طبعا الدمج ريدكشن باين يعني، حاسه طبعا في الفايت بتاعت اسمه ايه. يا ريت كنت ضربت السنجل تارجت بتاع اللي هي ليفل 1 الاول. خدتش بالي. مش مشكله. مش مشكله. جاي تكريتي دلوقتي. كان فين الكريتات دي الجيمين اللي فاتوا؟ ماشي ماشي ماشي. زي ما انتم شايفين بقى، زي ما بقول لكم الاتاك ريت ستات والحاجه ما بتظهرش فوق يعني، هي مش باف يقدر يتشال، لا هي بتبقى في الستاتس نفسها، في الستاتس بتاعت الشامبيون يعني. هوريها لكم دلوقتي، بس ايه نخلص من الراوند دي. نخلص من الراوند دي. زي ما انتم شايفين كده اوريكم بقى الستاتس بتاعت مايل. عايز ابقى اوريكم الستاتس بتاعت مايل قبل وبعد. زي ما انتم شايفين 17,000 اتاك و 14,000 ديفنس. والستاتس بتاعته هنا فين؟ زي ما انتم شايفين كده ال فين؟ مش ظاهرة. عايز ابقى اوريها لكم بس اخلص من الفايت ده. ايه ده انا لحقت؟ ماشي يا عم. مفيش صوت ولا في حاجة. على الدمج 216,000 دمج يا جماعة. 237 بسنجل تارجت يا جماعة. هو ده الشوكيس، هي دي الريليكات. حتى لو ليفل 3 مش هيقدر يوان شوت. تمام.
ودخلنا في الجيم اللي بعده على طول، ما استنيناش. عايزين ايه نخلص الشوكيس ده بسرعة بسرعة عشان إيه اعمل لكم بقى الشوكيس بتاع فلور 3. انا الحمد لله يا جماعة وبفضل الله وصلت لفلور 3 في الراتاتوكس من غير ما حد يموت وكله فول هيلث. فهنشوف بقى هنعمل ايه في الفلور 3 ده. انا لسه لحد دلوقتي ما عملتلوش كلير، يعني بعافر في الفيز 2 والفيز 3. بس يعني هو يعني مش هقدر اقول لكم معقول، هو صعب شويه، رخم وتقيل، بس التعامل معاه مش هيبقى صعب ان شاء الله. يعني احنا عدينا الاصعب من كده، نعدي ده. طيب زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم في الاول اللي اسمه ايه الانون تيم هو اللي مسيطر اليومين دول عشان الكولاب الجديد اللي نزل والشخصيات الجديده. طبعا فيكتوريا هي شخصيه جامده جدا ويعني كويسه ويتلعب بيها، بس انا زي ما قلت لكم في الفري تو بلاي بالذات، انت عدد الجيمز بتاعك محدود بالعدد اللي بتديهولك اللعبه والعدد اللي انت تقدر تجراينده في اللعبه نفسها. خلاص. فان انت ما تقدرش تسحب، ان انت تقدر سوري تسحب على كولاب وما تقدرش تسحب على اسمه ايه كبيره فيستيفال. انت ما تقدرش تسحب على فيستيفال كبيره. مش عارف الراجل عنده كونكشن يعني في الزباله. خلاص. فانا شايف بصراحه ان انت مش ورثة ابدا ان انت تضيع الفلوس بتاعت قصدي الجيمز بتاعتك على كولاب وتيجي في وقت الفيستيفال تلوس. هعمل ايه وقت الفيستيفال طيب؟ عشان كده انا شايف بصراحة انها حتى مش ورثة ان انت تصمم على الكاركترز دي. لو طلع لك حاجة في ال40 سحبة المجانين مبروك عليك يا عم. لو انت عايز تكمل ل 300 معاك جيمات زيادة وشايف ان انت هتقدر تجيب اكتر من 900 جيماية عشان تضمن الكاركترز الفيستيفال قبل ميعاد الفيستيفال اللي هو الشهر اللي جاي على طول، فماشي توكل على الله وربنا يوفقك وان شاء الله حظك يبقى احلى من حظي بكتير. بس انا شايف بصراحه ان الاهم فالمهم، يعني الفيستيفال اهم من الكولاب. الكولاب شخصيات بتعمل لها ري ران، شخصيات ما بتفضلش في الميتا كتير، انما الفيستيفالز بيفضلوا في الميتا. زي ما انت شايف كده اليومين دول شغال الانونز ماشي بيه ايه، ماشي بهيل كانت فيستيفال، وماشي بيه اسمه ايه جوثر كان فيستيفال. ف زي ما انتم شايفين يعني ال الكاركترز دي يعني بتتكلم عن نفسها. الكلاب شخصيات قوية وكل حاجة وفظيعة وكل حاجة، بس الأهم إن أنت يبقى معاك شخصيات هتقعد معاك فترة. ففهمتوني يا جماعة؟ ده القصد بتاعي يعني من فكرة إن أنت ما تسحبش دلوقتي على الموضوع ده. نشوف بقى إيه الفايت ده. ماشي اي وي اي وي سنجل تارجت. تمام. التيمات اللي هي كلها بقى كاونتر ورانك اب وحركات دي تيمات رخمة. مم. كده 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 عشان نعمل لها ستان بقى ونخلص من القرف ده. صح. يا عيني على الدمج، يا عيني على الدمج يا مايلي، يا عيني، يا عيني يا ابني. انا كنت ظالمك لما كنت برش الت. انت لازم تضرب يا ابني، انت لازم تضرب، ما ينفعش تقعد كده. الله اكبر. وفورفيت يا جماعه، وفورفيت. الدمج بتاع الانجلز بقى رهيب يا جماعه.
بقى رهيب، وبالذات بعد الريليك ده. مايل ما ينفعش يتساب كده. طبعا انا ماكس كل حاجه فري تو بلاي على قد ما اقدر، بس اللي هم الويلز بقى، هتلاقي الاي وي بتاعته ليفل 1 بتوان شوت وحاجات غريبه كده. حاجات غريبه بصراحه. وتيم تاني اهو، عباره عن يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين فيستيفال، يعني سيمي فيستيفال مش هقول فيستيفال، بس يعني حاجات كلها بصراحه قويه وما ينفعش تتساب يعني. دامج يا جماعه، دامج يا جماعه، دامج واو. مم. نشوف بقى ايه. ايوه. نشوف بقى الدمج بتاع الايوهات. ايوه. خلينا نخلص من جلده. سنجل تارجت، سنجل تارجت، يلا. يا عيني على الدمج، يا عيني على الدمج. طب يا جماعه، طبعا مش هقول لكم ان ورثة طبعا ان انت تعمل الريليك بتاع مايل، لان هو شخصيه قويه، شخصيه هتنفعك. غير انها هتخليك تنجز في السنيك. يعني انت حتى لو معكش الفول تيم بتاع السنيك، الدمج الزياده ده هيقدر يعديك. يعني هتقدر في اوقات معينه تعدي يعني كده. يعني فاهم اللي هو ايه، اللي هو من تحت عقب الباب، فاهمني؟ تعدي من فوق السجاده كده يعني. الدمج الزياده طبعا مش حاجه وحشه ابدا ان انت يبقى معاك، انما بيبقى حاجه وحشه ان انت ما يبقاش معاك الدمج الزياده. خلاص. فالهوليك بتعمل طبعا ورث ان انت تعمله يعني، مفيش كلام عليه. الحمد لله ماشيين بنعمل اوت سي سي يا جماعه، ودي حاجه غريبه جدا. هل لان انا في تشامبيون 5 وقعت من من الشامبيون 1 ولا ايه؟ معرفش. بس عادي زي الترن الاولاني، هنضرب الاثنين اي وي وواحد سنجل تارجت، نشوف هيعمل ايه. اه، دامج حلو مش وحش. هو كان حاطط تارمر لينك على روكسي، ايه ده؟ جديده دي. يا سلام على الدمج، يا سلام على الدمج يا جماعه. طيب احنا هنخلص بقى من الصداع اللي عمله لنا الراجل ده. نضرب ايه بقى؟ نضرب سناجل بقى، سناجل تارجتات وحركات. مش عارف، كده كده ولا ايه؟ نضرب الت ولا؟ ماشي كده كده كده. شوف بقى الدمج هيبقى عامل ازاي. طب يا جماعه، احب اعرفكم ان انا بريكورد بقالي 36 دقيقه عشان اطلع لكم ماتشات حلوه. ماتشات ماشيه لحد دلوقتي حلو بصراحه، فاعتقد كده هيبقى ده اخر ماتش. ما تنسوش ايه، تسيبوا لي رايكم عن موضوع الافاتار ده في الكومنتات، عشان مش عارف، انا حاسه لذيذ يعني ويستاهل. ويعني لو ما عجبكوش برضو قولوا لي رايكم، عشان ابقى انا عارف برضو ايه الدنيا ماشيه ازاي معاكم. مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. هل هقدر اعمل الشوكيز بتاع اسمه ايه ده قريب ولا لا؟ اللي هو الفلور 3 من الراتاتوكس، هل هقدر اعمله قريب ولا لا؟ ما اعرفش بصراحه. ف يعني لو اتاخر شويه معلش، ما تتضايقوش. و يعني التمسوا لي الف عذر في اللي بيحصل اليومين دول عندي في العماره، لان زي ما قلت لكم في ناس بتجدد، قطعوا سلك النت وبعد كده بقى شنيره وتسمير في الحيطه.
وانا اصلا الحيطان عندي يعني الورق تقريبا مش ورق ولا حاجة، بس يعني الوضع صعب شوية اليومين دول بالذات في الموضوع الخبط والشنيارة ده. فمعلش استحملوني اليومين دول عشان اللي بيحصل ده يعني تقيل عليا وعليكوا اكيد. ف ان شاء الله يعني تظبط الدنيا معانا. زي ما قلت لكم اصلا الشوكيس ده كان المفروض هينزل امبارح، بس اللي حصل في الحيطة ده زي ما قلت لكم كان رخم قوي يعني. طيب يا جماعة، وهو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس عشان اقدر اطور من نفسي. وسلام.